يا ما كان في قديم الزمان، كان الخير يغطي المكان، كان العمى يتخطى الحيطان، وكان الشيخ يقطع الويدان، وكان العمى يتخطى الحيطان، وكانت الريشة تقهر الميزان، والعرسة كانت تغدي القبيلة وتزيد الجيران. كان حتى كان، وفي قبيلة بعيدة ما توصلها إلا ما عندك حيلة. كانت طريقها طويلة، المونة تسالي وهي ما تسالي. والعجيب في أمر هاد القبيلة أن كل مرة تبدل طريقها، إلا جابتك اليوم ما ترجعك غدا. وهاد الشي كله بسبب واحد السحارة كان اسمها عقيصة، كانت مالكة البلاد والعباد، وكان سحرها ما يفلتوا منه غير الشداد. وكانت في القبيلة واحد المرأة طيبة جوادة، تعطي بيديها ولسانها، وكان عندها واحد الجنان. خيرات القبيلة كلها منه، تعطي المسكين وتجود على اليتيم. ولهذا كانوا الناس يسميوها الصالحة. وهاد الصالحة كانت العدو الكبير ديال عقيصة، حتى سحر ما خلاته إلا وجرباته باش تهلكها وتهلك أرضها. لكن الله كان حافظها وحافظ جنانها. ومرت الأيام، والحسد والحقد في قلب عقيصة شاعل بحال النار، تاكل الخضر واليابس. واللي زاد في نارها كتر هو أن الصالحة ولدت واحد التوام يطير العقل بالزين. إيوا هاد الشي ما عليه صبر، حيت عقيصة مريضة بالعقر. لكن عقيصة حافظها مولاها وحافظ ولادها. عقيصة جمعت شياطنها في واحد الليلة كحلة زحلة، وقالت ليهم الليلة يصبح الجنان رماد باش ما تلقى البهيمة ما تاكل ولا العباد. بغيت نشوف الصالحة مدلولة، لا دار لا مونة الولاد. إيوا سمعوا شياطنها الكلام وقرروا يطبقوا الحكام. لكن شي شوية رجعوا الشياطن حازنين مدلولين. إيوا سولاتهم عقيصة كالعادة، إيوا دمرتوا المكان والرماد وصل للجيران. جاوبها كبير الشياطين، ألا العقيصة الله حافظ الصالحة، والجنان ما لقينا طريق، جنانها محروس، ما تدخليه لا بهدية ولا بفلوس. رجعت عاقصة لفراشها، خرجت الشياطين وجلست تفكر بالمكيدة، حيت دابا الصالحة ولات شوكة في حلقها وعافية ما بين لحمها وعرقها. والنار ما يطفيها غير الماء. ضحكت عاقصة وقالت صافي لقيتها، غداها الصالحة تفطري بالدموع وتعشي بالندامة. صبح الصباح وديك صاح، وفقت الصالحة تفطر ولادها. لكن المسكينة ما لقات غير الفراش، مست الفراش ولقاتو بارد، وعرفت أن صاحب الفعلة دارها بالليل. غوتت الصالحة وبكات، وعلى ولادها قلبت الدار والجنان، ولا أثر بان، لا اللي لابس ولا اللي حفيان، واللي سولاتو ما يعطيها اخبار. عرفات الصالحة مولات الفعلة هذه فعيلة عقيصة، تجمعوها القبيلة ناويين الباس. إوا عقيصة طغات وما بقى كفاها أذى العباد، ولات زادت خطيف الولاد. هجموا على دار عقيصة وخلصوا القبيلة من مصايبها. إوا غير هرسوا الباب وما لقاو غير الضباب، الريح كتصفر. هربات عقيصة من بعد ما خطفت الولاد، وحتى واحد ما عرف ليها طريق. الصالحة مسكينة ما لقات ليها جهد،
هزت يديها للسما ودعات دعوة ما يردها بواب، حيت كما كتعرفوا دعوة المظلوم ما بينها وبين الله حجاب. عقيصة ملي خطفت الولاد خوات القبيلة وشدت طريق طويلة اللي ما ليها عنوان، وبعد 3 أيام من المسير وصلت لقبيلة الحواتة. وهاد القبيلة كانت عند الواد عايشين غير على الصيد، والواد ديما عليهم جواد. ملي جات عاقصة دقت الخيمة في القبيلة ونوات تبات الليلة، وإلا عجبها المكان تخلي الإقامة طويلة. دازت 3 أيام وعاقصة في القبيلة لا هي ضيفة ولا يدخل عليها ضيف، والناس في القبيلة شافوا باللي الحوت من بعد الصيد دغيا تعطي ريحته، وإلا ما تكل في نهارو ما تنفع معاه لا ملحة لا قديد. تجمعوا كبار وعيان القبيلة باش يعالجوا القضية ويشوفوا ليها شي حيلة. سولهم كبير العيان ومن إمتى هاد الحالة في القبيلة؟ جاوبوا كبير الصيادة أسيدي هادي 3 أيام الواد بخل علينا بحوته، واللي صيدناه في نهارو تعطي ريحته. تكلم واحد الصياد وقال هادي 3 أيام أسيدي دقات واحد المرا خيمتها قدام باب داري، لا هي ضيفة ولا يدخل عندها ضيف. إلا شفتيها ما تسرب شوفتها، وإلا سمعتيها ما يعجبك حديثها. وقف كبير القبيلة وقال هاديك ضيف النحس، ضيف من بود من السلايف والجدود، الليلة ما ليها مباتة في قبيلتي، اعطيوها مونة الطريق وخرجوها، هاديك ما تصلح لا صديق ولا رفيق. وفعلا جاو الصيادة جمعوا العاقصة الخيمة وعطاوها مونة الطريق وخرجوها ونقاو القبيلة من شرها ونحسها. وهكذا شدت عاقصة الطريق مرة أخرى تقلب على قبيلة باقي ما جربتش تذوق مكايدها. بعد نهار من المسير وصلت لقبيلة الحطابة، وقبيلة الحطابة جات وسط الغابة مضلة على الشمس وموقراها الضبابة. إوا سيدي وصلت عاقصة السحارة ودقت خيمتها وسط القبيلة وقررت تبات الليلة، وإلا عجبها الحال تخلي المدة طويلة. الناس في القبيلة كل صباح كيخرجوا للغابة يحطبوا ويحشوا، وإلا رجعوا كيشويوا وينشوا. الخير موجود، البهايم لاقية ما تاكل، والغابة تجود بالحطب والعود. إوا فاتت 3 أيام لاحظوا الناس أن الحشيش اللي كيحشوا الحطابة البهايم كيبس في الطريق قبل ما يوصل لقبيلة، وهكذا قل فيها الحليب واللحم. يوقروا الحطابة يتجمعوا في بيت كبير القبيلة يشوفوا القضية شي تخريجة ولا حيلة. يوسولهم كبير القبيلة ومن إمتى هاد الحالة في القبيلة؟ وجاوبوا كبير الحطابة أسيدي هادي 3 أيام كنا كنجيبو حطب شهر وكنحشو البهايم، واللي حشينا 3 أيام كيبقى خضر تاكل منه الغنم والجمال والبقر. أما دابا الحشيش كيبس في الطريق والحطب يابس كلاتو الشمس. ناض واحد الحطب وقال أسيدي كبير القبيلة هادي 3 أيام جات واحد المرأة ودقت خيمتها قدام بابي، إلا شفتيها نهارك يفوت كحل، وإلا دوات معاك بحال النار تحرق وتقتل. وقف كبير القبيلة وقال هاديك وجه النحس ما تباتش الليلة في القبيلة، هي جات بعارها وحنا نتكواو بنارها. إوا تجمعوا رجال القبيلة وريبوا العاقصة المنحوسة خيمتها، عطاوها مونة الطريق وخلاوها وسط الغابة فريسة. وقفت عاقصة وسط الغابة وقالت اش من طريق نشد دابا، وشدت طريقها لعل وعسى تفوت الغابة قبل ما يشدوها العساسة.
وبعد يوم من المسير شافت باللي هي على بواب قبيلة جديدة، ومن سماها الصافية باينة قبيلة سعيدة. كانت هاديك قبيلة القاضي بومفتاح، القاضي اللي لجأ ليه ما يظلم. الغني عنده بحال الفقير، والكبير عنده بحال الصغير. وكان القاضي بومفتاح ما يخفى عليه سحر السحارة ولا سلعة العطارة. كان عنده جماعته من السحارة، ولكن ما يخدموا ليه غير الخير وماشي الأذية. وصلت عاقصة للقبيلة ودقت خيمتها كالعادة. وفي هاد القبيلة كاين الفلاح والخضار والتاجر والجزار. والقبيلة حتى لهداك النهار عايشة في سلام وفهنا. ومرت 3 أيام وشافوا الناس باللي كترت الخصومة بيناتهم. الغني ياكل رزق الفقير، والكبير يحقر على الصغير. والقاضي بومفتاح عمرو ما دارو الشكاية، الصف قدام بابو، وعمر الخصومة ما كانت في المال والعرض. دق بابو كبير التجار وكبير الخضارة، دخلهم القاضي بومفتاح لدارو وقال: اش واقع بين الخضارة والتجارة؟ كنعرفهم خوت، لا غدارة ولا شفارة. خدا كبير التجار الإذن بالكلام وقال: سمعني يا سيدي بومفتاح، هادي 3 أيام جمعنا المونة من الحطابة والجزارة، وعطينا الفلوس للخضارة. الحطابة والجزارة وفاو بالوعد وبقاو الخضارة، وحنا سيدي بومفتاح موجدين الجمال، والقافلة غادا تمشي مع السروية. ملي سال كبير التجار كلامه، القاضي بومفتاح ما قال حكامه، وقال لكبير الخضارة: اش كتقول استي كبير الخضارة في هاد الكلام؟ وقف كبير الخضارة وقال: اسيدي بومفتاح، حنا ما نكرنا كبير التجارة، الفلوس شديناهم والخضرة جمعناها، لكن في الصباح اليوم ما لقيناها، واش تسرقات واش تحرقات، حتى واحد ما لقى ليها آثار. ايوا هنا حار القاضي بومفتاح وقال: رجعوا عندي في الصباح ونقول لكم شكون اللي عليه اللومة في هاد الخصومة. غير خرج كبير التجار وكبير الخضارة، ودخل كبير الجزارة وكبير الفلاحة طالبين حكام سيدي بومفتاح. وقف كبير الجزارة قدام القاضي وقال: اسيدي بومفتاح، كبير الفلاحة شد ليا بهيمي في أرضه وما بغى يطلقها، وكيقول يا يذبحها يا يشنقها. قال له القاضي بومفتاح: اش قولك في هاد الكلام كبير الفلاحة؟ واش كاذب ولا قال الصراحة؟ جاوبو كبير الفلاحة: نعم سيدي بومفتاح، صادق، ولكن بهيمو تسلطوا على أرضي، كلاو الزرع وهلكوا الأرض والمصارف. إيوا كيف نعوض خسيرة مولاي القاضي؟ وقف القاضي بومفتاح وقال: الصباح رجعوا عندي نوريكم الظالم من المظلوم. إيوا جلس القاضي كيفكر مع صحابه: اش هاد الشي تسلط على القبيلة، عمرها ما تشكت الجور والمكيدة، وهاد 3 أيام ولا الظلم قاعدة. قال ليه صاحبه: إلا سمحتي لي سيدي القاضي، هادي 3 أيام جات واحد العجوزة غريبة ما ترتاح لشوفتها، ما يعجبك كلامها، ومعاها 2 صبيان صغار ما باينينش من توبها، ياك ما جابت معاها النحس والبغيضة للقبيلة. جاوبوا القاضي بومفتاح: نتوما كتعرفوني من بغي الظلم، جيبوها نسمع حكايتها، إلا كانت ضيفة نكرموها، وإلا جايبة البلان القبيلة نجازيوها بنيتها. إيوا شوية جاو رجال القاضي بومفتاح وجابوا معاهم الساحرة عاقصة. إيوا غير وقفت قدامه وتنملوا ليه قدامه، وحس باللي هاد العجوزة في حكايتها بلية. سولها بومفتاح: شكون انتي واش جابك لقبيلتنا؟ خافت عاقصة من كلامه، لكن الداهية عارفة كي ترد حكامه.
جاوبات وقالت: أنا ضيفة طالبة ضيف الله، سمعت بحكمتك وشهامتك وجيت نتغطى بحمايتك. جيت من قبيلة بعيدة دازت عليها أيام شديدة، زارها القحط وطول الزيارة، ما خلى فيها لا عود نابت لا نوارة. إوا سيدي بومفتاح، هزيت وليداتي وخويت القبيلة وقصدت قبيلتك. إلا قبلتو عليا هذاك منايا، وإلا ما قبلتو نعاود رجايا. ملي شاف القاضي بومفتاح الوليدات كي منورين وجه عاقصة كي مظلم، سولها: أنا شاك في أمرك، ولادك منورين وانتي كحلة زحلة، ولادك باقيين ديال الرضاعة وانتي العكاز ما تفرطي فيه، هادو ماشي ولادك. جاوباتو عاقصة: هما ولادي يا سيدي، واش كتشك في قدرة الله؟ جاوبها القاضي بومفتاح وقال: حاشا نشك في قدرة الله، رزق الولد لابراهيم وزكريا، انا غادي نرسل الزرزور يجيب خبارك، الا كنتي صادقة نقادو لك المقام، وإلا كنتي كاذبة نرميوك لجهنم. القاضي بومفتاح كان عنده واحد الطير سميتو الزرزور، كان يجيب ليه الخبار بحال سيدنا سليمان، وهكذا كيعرف الصادق والكاذب والمغلوب والغالب. حبس عنده عاقصة وخلى عنده الولاد وتسنى الطير يجيب الخبار. مع الفجر رجع الطير وجاب خبر عاقصة بلا زيادة ولا نقصان. عرف حكاية الولاد وحكاية الجنان وحكاية قبيلة الصيادة والحطابة، وعرف سبب الخصومة اللي زارت قبيلته اللي كانوا يضربوا بها المثال. صبح الصباح وجاب معاه الصفا، التجار والفلاحة والخضارة والجزارة تصافاو وما بقات بيناتهم خصومة. خرج بومفتاح عاقصة وجمع السحارة ديالو وقال: عرفنا حكايتك عاقصة ودقناه إيدايتك، ودابا دارت عليك النوبة. كيف ما أديتي تأداي، غير سمعاتو عاقصة وتبدل لونها وصوتها. حاولت تسحرهم بعينيها وعصاها، لكن سحارة القاضي بومفتاح كانوا قادرين وقهروها بكلامهم وربطوها بسهامهم. وهكذا قال ليها القاضي بومفتاح: غادي يمسخوك السحارة ديالي، إوا اختاري يا جرانة يا جرادة يا دبانة. عرفات عاقصة بلي هذه هي الأخيرة ليها، وحتى شي سحر ما غادي يصدق ليها، وقالت: الجران صداعو ما يآدي، والدبان يقهروه الوسادي، أما الجراد كيهلك الشجر والجرادي. اختارت الجرادة أسيدي بومفتاح. إوا فرمشت عين ولات عاقصة جرادة وطارت من الشرجم وما عرفوها فين مشات. المهم مشى الباس والظلام اللي بان في ناس القبيلة، ورجعت للصفا ونورها. أما الجرادة عاقصة فشرها ما بغى يسالي، مشات اسيا ديال الصحراء وجمعت سرب الجراد ونوات الغدر بهالبلاد، وقصدت القبيلة باش تهلك جنان الصالحة. من بعد ايام رجع القاضي بومفتاح الولاد لمهم الصالحة، ورجعت فيها الروح من بعد ما كانت على ولادها تبكي وتنوح. في الصباح التالي صبحت القبيلة على سحابك حلا قاصداهم، هذاك صرب الجراد قاصد جنان الصالحة، جاي يهلك الشجر ويخلي الحجر. لكن كيف ما كان الله حافظ جنان الصالحة ورد ليها ولادها، هو قادر يكفيها شر عاقصة الجرادة وصربها. دخل الصرب للجنان لكن ما قدر ياكل حتى ورقة من الشجر. اللي دق شي شجرة يلقاها مالحة، مع أن الشجر كله غير عنب وتفاح وليمون ورمان، كله حلاوة. إوا تقلبت الآية، خرجوا ناس القبيلة رجال ونساء ودراري يصيدوا الجراد اللي حصل في جنان الصالحة.
إوا ناس القبيلة تزردو 3 أيام، حيت جراد هاديك الأيام ما كان فيه دوا، كان الغني ياكلو والفقير، حيت كان بحال الغنم سارح في الشجر والزرع. إوا تجمعو شي وليدات يشويو الجراد، وملي شبعو بقات ليهم جرادة شبعو عليها وما قدر حد ياكلها. قال ليهم كبيرهم غادي نضربو عليها العود، جرادة مشوية ناكلوها بالشوية، اللي جات في نصيبو ياكلها في ضغمة، باش ما نضيعو في هاد النعمة. وملي ضربو عليها العود جات في الولد الصغير، وغير حطها في فمو وردها، شحال مالحة، انا ما جحدت النعمة ولكن ما قدرت على هاد اللقمة. ايوا الدراري اللي حطها في فمو يرميها، حيت حتى واحد ما عرف بلي هذيك الجرادة هي عاقصة، وبقات عاقصة الجرادة مشوية ومرمية حتى كلاها الريح مع الايام. اما الوليدات الصغار كانوا يغنيو من ديك الليلة ملي عرفوا الحكاية: جرادة مالحة فين كنتي سارحة، في جنان الصالحة، اش كليتي اش شربتي غير التفاح والنفاح، والحكمة بيديك يا القضية بومفتاح. إوا مشات حكايتي من واد الواد ومن بلاد البلاد، يحكيها الجداد للصبية والحفاد.